السلام عليكم. اهلا بيكم في قناه حكايه جاردن. النهارده هشارككم في طقوسي اليوميه مع النباتات، حاجات بسيطه بس بتفرق جدا مع اي زرع. اول حاجه بعملها دايما هي خربشه التربه. خلينا اوضح نقطه مهمه، دخول الهواء للجذور مفيد بس بشرط الخربشه تكون خفيفه ومش عميقه. ليه الخربشه مهمه؟ بتفك التربه اللي بتتقفل من الري، بتساعد الميه والسماد يوصلوا للجذور وتقلل فرص التعفن. بس لو خربشت بعنف او دخلت عميق كده بتضر الجذور ومش بتفيدها. تخربش امتى؟ قبل إضافة أي سماد عشان السماد يدخل التربة صح، مش يفضل على السطح. تنفع تعمل كده في القصيص وفي الأرض. قولولي في الكومنتات انتوا بتهتموا بتربتكم ازاي؟ بتقلبوها ولا بترشوا سماد وخلاص؟ ونيجي للفحم، بس ركزوا معايا في النقطة دي لأنها مهمة جدا. ممنوع نستخدم فحم مستعمل، يعني فحم شواية أو طبخ، لأنه بيكون مليان دهون ومواد ضارة. نستخدم إيه؟ فحم طبيعي نضيف ونكسره لقطع صغيرة مش بودرة، والبودرة بنستبعدها عشان بتكتم التربة ومش بتهويها. فوائد الفحم: بيمتص الرطوبة الزيادة وبيقلل الفطريات ويحسن تصريف التربة. لكن الرماد بقى ليه قصة تانية. رماد الفحم بيرفع قلوية التربة، فلو التربة عندك قلوية بلاش رماد خالص. ولو مش متأكد من التربة، الأأمن إنك تتجنب الرماد وتستخدم الفحم بس. نستخدم الفحم كل قد إيه؟ مرة كل شهر أو شهر ونص كفاية جدا. نيجي للحماية الطبيعية. صابون المواعين ينفع بس لازم يكون من غير كلور ومن غير معطرات ومن غير مبيض. الخلطة بتكون معلقة صابون ومعلقة زيت طعام ولتر مية. وهنا أهم معلومة، الرش مش على الورق من فوقه بس، لازم نرش أسفل الورقة لأن الحشرات تستخبى تحت والبيض بيبقى تحت الورق. نرش امتى؟ الصبح بدري او بعد العصر ومش في الشمس ابدا. وينفع نرش حتى لو مفيش افات كوقايه وتنظيف للورق. واخر حاجه النهارده رش مزيت الزينه اللي قدام البيت، والحمد لله اليوم بينتهي ببساطه ومن غير تعقيد. متنسوش الاشتراك في القناه واللايك، واكتبولي بتعملوا ايه مع نباتكم يوميا. سلام.